لكن السؤال هنا، مين أول دولة قررت تطبع ثقتها على قطعة معدن؟ ودي كانت بداية عالم الفلوس اللي احنا نعرفه النهاردة. وبيشرح نايل فيركسون في كتاب The Ascent of Money إن قيمة العملة ما كانتش أبدا في المعدن لوحده، لكنها كانت في الثقة اللي بيديها المجتمع أو الدولة دي لقطعة المعدن. فالنقود في جوهرها مش بالذهب وبالفضة، بس بإن البشر يتفقوا على قبولها. لو كنت واقف في السوق وقتها وشفت الناس بتتبادل القطعة دي، أول سؤال هيجي في بالك هيبقى إيه؟ هي الناس دي شايفة فيها إيه؟ دي ولا هتسد جوع، ولا هتبني بيت، ولا هتزرع أرض. لكن تخيل إنك بعت محصولك النهاردة وأخدت القطعة دي، ورجعت بعد أسبوع ولقيت نفس الناس ولسه مستعدين يقبلوها، وبعد شهر وبعد سنة ولسه نفس القبول موجود. اللي حصل ده ما كانش سحر، الفكرة ان الناس بدأت تقتنع ان القطعة دي قيمتها مش في نفسها، قيمتها في ان اللي بعدك برضه هيقبلها. وفجأة التاجر بقى بيبيع وهو مطمن، والمزارع بقى يزرع وهو عارف ان مجهوده مش هيروح عليه، والنجار بقى بيصنع وهو عارف انه هيلاقي مقابل تعبه، حتى لو كان اللي قدامك مش محتاج خشب النهارده. المشهد كله اتغير من غير ما البضاعة نفسها تتغير. لكن لو كل حاجة ماشية بالشكل ده، ليه البشر غيروا النقود او الفلوس بعد كده؟ ولو عجبك الفيديو تقدر تتابع باقي الحلقة على يوتيوب، وهسيب لكم اللينك في الديسكريبشن.